السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين، اخباركم ايه؟ قبل ما نبدا كده الفيديو بتاعنا نسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ايه رايكم في الجمال ده؟ النهارده هنعمل مع بعض احسن وارخص صابون سائل من حاجه بنرميها. هنختبر رغوته، هنقول على شويه حاجات كده اما تيجي تعمليه نظافه بجد تزغلل ورغوه عاليه. النهارده هنعمل مع بعض ارخص واحسن صابون سائل ببلاش. اول مكون معانا اللي هو الصابون بتاعنا ده. الصابون ده اللي احنا عملناه على القناه. هاخد منه قطعه كده او اتنين على حسب، هاخد حوالي 200 جرام ونشوف باقي خطواتنا. ابشرها ونرجع تاني مع بعض نشوف باقي الخطوات بتاعتنا. بشرته هاخد كده معايا اهو، احنا عاملينه مع بعض على القناه وموجود. الصابونه دي غنيه بكل حاجه ما شاء الله، ممتازه. هبدا كده انزل معايا هنا كوبايتين ميه بالتدريج كده واحده واحده، وهقلب علشان تجوش معايا. الصابونه دي احنا عاملينها ببلاش ازاي؟ علشان احنا عاملينها اصلا من الزيت المستعمل اللي احنا بنرميه، كلنا بنرميه في بيوتنا، جبت فبنحوشه المضرب عشان احلى اقلب صابون. بيبوش على طول معاكي بسهوله جدا. انا هنا مزوده الكميه بتاعته علشان بنعمل وصفتين. تمام، فانا هقسمه ادوبه مره واحده واقسمه وبعد كده نعمل الوصفه التانية ان شاء الله. بصوا ما شاء الله. سود كمان بقى الميه، يعني زي ما قلنا الميه بتبقى سخنه معايا وبنزل بيها تدريجي لحد ما اشوف القوام بتاعي ما شاء الله. طبعا الصابونه دي احنا عملناها مع بعض بكذا طريقه على القناه، وهسيب لكم الطريقه بتاعتها في صندوق الوصف اللي حابب يرجع لها. الصابونه مخدومه حلوه جدا، بتنشف معاكي في ساعتين مش اكتر من كده، ممتازه. شايفين ما شاء الله؟ بصوا ما شاء الله ما بياخدش وقت معايا خالص ما شاء الله. شايفين الجمال؟ انا هبدا اقسم بقى الخلطه بتاعتي دي، الصابون بتاعي ده، عشان زي ما قلنا هنعمل منه وصفتين. هبدا اقسمه في حاجه عشان الوصفه التانية ان شاء الله، ونكمل باقي الوصفه بتاعتي. انا معايا كده ده الماده الخام بتاعت الصابون، يعني هنعمل منها وصفات كتير جدا. اللي هو المعجون ده خطير جدا جدا. بعد كده بقى هناخد ونعمل الصابون بتاعنا النهارده. كل شويه بيتقل، يعني كل ما تسيبيه بيتقل معاكي. تمام بالشكل ده كده. هنبدا بقى المعجون بقى الباقي بتاعنا ده نبدا ننزل عليه بميه. ده معايا هنا كده كوبايتين ميه ضربه فيهم قشر استفندي. تمام، قشر استفندي ضربته فيه ونزلته. دي كده حلوه جدا جدا، وكمان بينضف حلو قوي قوي بجد. من احلى الصابون اللي ممكن تعمليه، الصابون السائل اللي ممكن تعمليه بقشور الاستفندي ده ممتاز، او قشور الليمون حلو جدا جدا. في المرحله دي بقى هتنزلي كده خطوه خطوه بالراحه تدريجي علشان التقل بتاعك، يعني الصابون بتاعك ما يفصلش معاكي. بصوا كل شويه بيتقل ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ابدا انزل بقى كده بميه تدريجي لحد ما يثبت معايا القوام اللي انا عايزاه. دايما زي ما بنقول يعني اعمليه كده، اعمليه زي ما احنا عملناه كده، عجينه سحريه كده او خام، وخدي منه في اي وقت انت عايزاه. وكمان ده تقدري تاخدي منه وتغسلي منه على طول. شايفين كل شويه بيتقل معانا بالشكل اللي احنا شايفينه؟ شايفين ما شاء الله كل شويه بيتقل. كل شويه بقلب، كل ما بيتقل معايا بزود الميه على حسب القوام بتاعي. ما بلتزمش هنا بميه او بمقدار معين، كله على حسب القوام وازاي انت عايزاه يبقى خفيف او تقيل معاكي. يعني فانت بتحددي الميه اللي انت بتنزلي بيها. كل ما بيتقل معاكي بتزودي لحد ما يبقى معاكي القوام مناسب جدا جدا.
واهم حاجه زي ما قلنا التقليب نقلب كويس جدا ما شاء الله جدا القوام لحد بتاعه، ما يوصل ولسه معانا محتاجين القوام. كمان نزود. طبعا احنا ما ضفناش اي حاجه علشان خاطر ان الصابونه دي اصلا معمول فيها كل حاجه، محطوط فيها كل حاجه، محطوط فيها كربونات ومحطوط فيها ملح ليمون. صابونه بجد ممتازه. بعد ما قلبت كده وشفت القوام بتاعي هسيبه كده اغطيه واسميه يهدى خالص ونرجع له تاني. بعد ما برد معايا بالشكل ده كده هبدأ اجيب كوبايه ميه كبيره واضيف عليها معلقه ملح، اقلبها بالشكل ده كده. هبدأ انزل عليها كده. هنبدأ ننزل كده على الخليط بتاعنا او الصابون بتاعنا بتدريجي كده واحده واحده علشان خاطر الصابون بتاعنا ما يفصلش زي ما قلنا، لحد ما يبقى القوام معايا زي ما احنا شايفين كده غليظ. ده معلقه الملح دي مكان التايلوس بتقل القوام بتاعي وبتخليه تقيل معايا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله كده وتقيل وما شاء الله. شايفين القوام؟ يعني تقدري ان انت تخففيه كمان. انا هسيبه على كده، لو انت حابه تخففيه اكتر من كده مفيش مشكله خالص زي ما انت عايزه. وحابه تحطي له لون برضو مفيش اي مشكله، بس انا هسيبه كده في منتهى الروعه بصراحه. القوام ما شاء الله والشفافيه، كل ما بتسيبيه بقى بتشوفي الشفافيه اكتر، والقوام ما شاء الله ممتاز، والرغوة بجد حلوة جدا جدا. التنظيف كمان تقدري تستخدمي الصابون بتاعنا ده في الغسيل، في الغسالات، في التنظيف، في اي حاجة بصراحة حلوة اوي اوي. جربيه ان شاء الله يعجبك. عملنا كده صابون سائل ببلاش من حاجة احنا بنرميها، من الصابونة احنا عاملينها من زيت مستعمل، ما خدتش معانا وقت ولا اي حاجه خالص. كمان تقدري ان انتي تحطي عليها كوبايه صابون سائل لو انتي حابه. انا مش هحط اي حاجه، هي ريحته حلوه قوي. الصابونه بجد كانت تحفه، وكل اللي جربها شكر فيها، بجد حلوه قوي قوي. بعد كده جربنا بقى الرغوه زي ما احنا شايفين كده، في منتهى الجمال والنظافه واللمعان، مفيش احسن من كده. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه لاول مره تشوفها، واشوفكم على خير في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.